ازيك يا صبري؟ الغيبة طولت شوية أنا عارف. هي الدنيا كده تحب تبعد القرايبين، تجرينا طول عمرنا واحنا فاكرين ان احنا اللي سايقين، لكن الحقيقة ان هي اللي سايقانا. تاخد الصاحب من صاحبه، والأخ من أخوه، والابن من أمه. وحشني والله يا صبري، زعلان على كل يوم بيعدي وانا بعيد عنكم، عشان عارف ان عمره ما هيتعوض. عرفت انك اتجوزت، اوعاك لما تخلف تسمي صالح، عشان انا عايز اسمي ابني على اسم ابوي. والله فرحت لك قوي يا اخوي. اخبار امك ايه؟ خلي بالك منها يا صبري، قول لها تدعيلي، وعرفها اني ماشي بدعوتها ورضاها عني. امك غلبانة وظهرها مكسور. انا عارف انك مش محتاج وصية، ملكش بركة الا هي يا صبري. خلي بالك من اخواتك، ادعيلي يا اخوي، وخلي جنب اخواتك وشيلهم. وبوس لي الواد شريف وكل الحبايب، ربنا يقرب البعيد. اشوفكم على خير. اخوك زين. احنا هنبطل شغل مع نشأة الفخراني. ايه الكلام ده يا معلم؟ ده هو اللي مشغلنا. جريات، انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ لا لا العفو يا معلمي، ما اقصدش. احنا خلاص جايلنا عرض كبير، هنشتغل مع عادل الجبري، وده اللي فوق نشأة الفخراني. بعدين اديت الناس كلمة وقريت فاتحة خلاص. دي فاتحة على الغدر يا معلم سيد. الغدر ان انت تغدر ضد نفسك، ما تكونش في مصلحة نفسك. وبعدين انت فاكرني يا زين انا جاي اشاوركم واخد رأيكم ولا ايه؟ انا بس الفترة اللي جاية دي قلقان لا يحصل عوق ولا حاجة. عايز اشوف الرجالة بتاعتي واقفة في ظهري ولا لا. احنا في ظهرك يا معلم. يبقى خلاص على البركة. اسمعوني كويس، الكلام اللي هقوله ده لو طلع برانا ممكن تطير فيه رقاب. اخلص وهات من الاخر. خير. معايا مرسال من نشأة بيه الفخراني. وعاوز مننا ايه نشأة بيه الفخراني عشان يبعت لنا مرسال؟ كتير، هيعوز كتير، وكله بتمن. انا شامم ريحه خيانه نشأت بيها الفخراني، وانا وانت بالذات يبقى الكلام رايح في حته وحشه يا زين. عاوز مننا ايه نشأة بيه الفخراني؟ المرسال ما يعرفش حاجة غير رسالته، اديكوا هتقعدوا معاه وتعرفوا. بس لو رضاكوا ترضوني معاكوا، انتوا برضو حتة من قلبي. قول له يحدد المكان والزمان واحنا هنيجي. طيب حضرتك عارف معنى الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ مالوش اكتر من معنى، انتوا هتبقوا رجالتي. سيدي طب انا دمي كتير قوي. ما دام الدم مش دمك انت في امان. سيد الصايغ ده يبقى حماية. سيد ده ما ينفعش نتكلم عليه كتير. انا هبعتك عند واحد شغال معايا اسمه سلامة، تخلي بالكم من القلق هناك لغايه ما الدنيا تهدى كده شويه هنا، وهجيبكم معايا في القصر وتشتغلوا معايا كل حاجه. قلتوا ايه؟ وعمل ايه ده كله؟ بص يا زين، انا دفعت كتير قوي عشان اسمي يبقى كده في البلد وفي تجاره السلاح. ما ينفعش واحد يفكر يعاديني او يشغل دماغه عليا او يقل مني. انا بشوف الناس كويس قوي، وشايف قدامي اتنين بيفهموا ويعرفوا يقدروا الفرصه اللي انا بديها لهم النهارده. انا هديلكم مفتاح الدنيا دي كلها وانتوا تستاهلوه. انا بقدر اعرف مين يستاهل يكون تحت اسمي. ازيك يا بابي؟ عامل ايه؟ حبيبتي انا تقريبا دخلت في وسط اجتماع شغل. لا لا، سلمي على الاستاذ سليم العطار والاستاذ زين العطار. فرصه سعيده. انا اسف. اسيبكم انا بقى. قلت ايه في اللي انا قلته لكم دلوقتي؟ هنفكره. ما نفكروش، احنا معاك انا شبيه. بس انا ما فهمش انت كيف وافقت على طلب نشأت بيها الفخراني ده يا زين؟ عشان هو ده الصح. بس انت قلت انك ما بتحبش الغدر. سيد هو اللي غدر، وبعدين هو نفسه قال الغدر انك تخالف مصلحتك، واحنا مصلحتنا مع نشأت. انت عارف ان انا معاك في ايتها مصيبه يا زين، بس كده احنا بنلعب بالنار. خليك واثق فيا. انت رايح على وين دلوقتي؟ روح على الحاره. احنا لازم نمشي دلوقتي. نمشي ايه بس؟ ده انا عندي ليك حته خبر حلو قوي. خبر ايه؟ انا حامل يا زين. الدكتور قال لي ان شكلي هجيب ولد. قولي ايه؟
بقول لك هجيب لك يحيى اللي نفسك فيه يا حبيبي. طب يلا احنا لازم نمشي دلوقتي. في ايه يا زين مالك؟ انت مش فرحان ليه؟ بدل ما تقولي خشي نامي على السرير وكل طلباتك مجابة. هبقى افهمك بعدين، بس لازم نتحرك دلوقتي. فهمني في ايه يا زين اللي بيحصل؟ يلا يا زين لازم نمشي، مفيش وقت. يلا يا هناء مفيش وقت، يلا نمشي حالا. انا مش هتحرك الا لما افهم في ايه بالظبط. لو قعدنا كده هنموت كلنا. يلا يا زين. احنا هنفضل هربانين كده ولا ايه يا زين؟ مكتوب يا سليم، نفضل هربانين لحد ما نوصل للي عاوزينه او نموت. يلا يا عباس. ده أنا ما تعملوش حسابي معاكم في المشوار ده. أنا حداري أنا وفتحي. مش هننسى اللي عملته معانا يا رايق انت وفتحي. هنلقى نصيب وان شاء الله نتقابل على خير يا عباس. بقول لك أنت وهو، أي حد يشوفكم يسألكوا عني أنتوا ما شفتونيش. ولو ما شفناكش يبقى ساعتها اقروا الفاتحة عليا وخلوا بالكم من فتحي. لا هنشوفك يا رايق هنشوفك. بقول لك ايه، خلوا بالكم رجالة سيد لو عايشة مش هيسكتوا. يلا ما بحبش لحظات الفراق. ولا فتحي هنروح عند جدك سمير يالا. يا رب عجل بهلاكنا يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، نورتونا. اهلا وسهلا. وناش قد ايه موصيني عليكم قوي. اتفضلوا جوه الدار، اتفضلوا. بس انا ما فهمتش ايه حكايه المكان دي يا زين؟ ده المكان اللي نشب بيخزن فيه السلاح. واضح ان الرجال دول بيساعدوه. واحنا بنعمل ايه هنا عاد؟ عايزنا نعمل ايه يا سليم؟ نرجع عشان نتقتل؟ احنا من ساعة ما سيبنا البلد احنا ما فيش مكان في الدنيا يساعنا. اقعد ساكت، خلينا نشوف ايه مستخبينا. هو في ايه لكل ده يا زين؟ انا بسأل سؤال عادي. وبعدين احنا من ساعة ما جينا وانت مش طايق لي كلمة، جرى ايه؟